هيحصل ايه لو انا في السماء وجيت افتح المظله اللي معايا وما فتحتش، او جيت فتحتها وحصل فيها اي عطل زي اللي انتوا شايفينه؟ المظله هي وسيله الامان اللي بتوصلك للارض بسلام. هنا لازم تكونوا عارفين ان الشنطه اللي بكون لابسها بيكون فيها مظلتين، مش مظله واحده، مظله اساسيه ومظله احتياطيه. والمظله الاحتياطيه هنا بيجي دورها لما بيحصل عطله او مشكله في المظله الاساسيه، وده بيتم عن طريق القبضتين اللي انتوا شايفينهم دول عشان تفصل المظله الاساسيه، لان اكيد فيها مشكله، تفتح لك الاحتياطيه بسلام. وقرار فتح المظله الاحتياطي بيكون معتمد على تقديرك للموقف وهتقدر تحل المشكله ولا لا، وعلى ارتفاعك وسرعه سقوطك. طب لو انا نفسي بقى حصل لي مشكله، اغمى عليا، نسيت نفسي في السماء وما كنتش واعي بالارتفاع بتاعي، هنا هيجي دور وسيله الامان الثالثه الاي دي، وهو جهاز وظيفته ببساطه انك على ارتفاع 2000 او 1500 قدم يفرقع ويفتح المظله الاحتياطيه لوحده. دول سكاي دايفرز محترفين كانوا بيختبروا الجهاز وسابوا نفسهم لارتفاع 1500 قدم، والجهاز فعلا فتح لهم المظله لوحده. عرفتوا بقى الشجاعه اللي بنط بيها من الطياره جايبها منين؟